لقطة تحكيمية مهمة في الشوط الأول من مباراة الإسماعيلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز. هنقف معاها ونحللها مع بعض ونشوف الحكم خد القرار الصح ولا القرار الخاطئ. اللعبة بدأت في الدقيقة 19 في هجمة للإسماعيلي، في التحام حصل هنا واستمر اللعب، وبعد كده ده مرحلة بناء الهجمة، استمر اللعب بهدف لنادي الإسماعيلي. استمر اللعب، ده الخطأ ده حصل، ودي مرحلة استكمال الهجمة أو بناء الهجمة الاي بي بي، وبالتالي تم إحراز الهدف. فواجب على حكم الفي ار بمراجعة الهدف بكل مشتملاته حتى النهاية. استدعى الحكم عشان يوريه ان في خطأ موجود قبل إحراز الهدف في مرحلة بناء الهجمة. راح الحكم شاف اللقطة، هنشوف اللقطة مع بعض. دخول من لاعب الإسماعيلي بالمنظر ده، الكرة خبطت في رجله، ما لعبش الكرة خبطت في الرجل ودخل في القصبة، دخول فيه إهمال، وكانت ركلة حرة مباشرة لصالح الزمالك. كان المفروض ان الحكم يصفر هنا ركلة حرة مباشرة لصالح لاعب الزمالك. في خطأ من لاعب الإسماعيلي اللي ما لعبش الكرة خبطت في رجله، ما لعبش الكرة، ولكن في خطأ منه على لاعب نادي الزمالك، وبالتالي كان يجب على الحكم احتساب الغاء الهدف واحتساب ركلة حرة مباشرة لصالح الزمالك، لأن الهدف ده بالمنظر ده هو هدف غير شرعي لنادي الإسماعيلي. في وجود الفار كان يجب على الحكم ياخد برأي الحكم الفي ار المميز اللي اداله اللقطة التحكيمية الواضحة ان في خطأ في مرحلة بناء الهجمة، وبالتالي الهدف اللي تم احرازه لنادي الإسماعيلي هو هدف غير شرعي.